الام الرقبه من اشهر المشاكل اللي موجوده عندنا. مسكتنا للتليفون، الكتابه يمكن والمذاكره، القعده على الكيبورد وعلى الكمبيوتر، بنعمل حاجات كتير قوي ممكن تسبب لنا في الام الرقبه. بس عايز اقول لك ساعات بيكون في اسباب خفيه عامله لك ومزوده الم الرقبه، او ممكن تكون مسببه لك الم الرقبه في الاساس وانت مش واخد بالك منها اصلا. تروح تعمل علاج طبيعي، تاخد ادويه تخف شويه وترجع لك تاني، ومهما تخف ما بتوصلش لمعدل الخففان او العلاج الكامل. ده ممكن لان احنا مش واخدين بالنا من السبب الاساسي وبالتالي مش بنعالجه. فطول ما احنا بنعالج اسباب ثانويه عمرنا ما بنعالج السبب الاساسي او الروت كوز، وبالتالي الالم هيفضل معاك. في الفيديو ان شاء الله بكشف لك على 5 اسباب خفيه ممكن تكون عامله لك الم في الرقبه. لو خدت بالك منهم ان شاء الله مشاكل الرقبه معاك هتتحل تماما. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. واول سبب معانا ممكن تكون مش واخد بالك ان هو ده السبب اللي عامل لك الم في الرقبه، وهو الاسترس او التوتر. هتقول لي يا دي الاسترس، زهقتونا من الاسترس، من كتر ما كلمتونا عن الاسترس بقينا ستريسد اصلا، بقينا متوترين. لا بجد خلينا نتكلم بجد شويه. الاسترس او التوتر بيخليك دايما متشنج، دايما قلقان، دايما كده. فلما تبقى متشنج وقلقان الجسم بيدخل في الوضع الدفاع والبروتكتيف ميكانيزم بتاعه. تخيل انت لما يجي حد يخضك بتعمل ايه؟ بتعمل كده. الجسم ده الوضع الدفاعي بتاعه اللي هو بنسميه فليكشن، بيحاول يتني كل حاجه عشان يحمي الاعضاء الداخليه بتاعتك. بس هو لما بيعمل كده بيحمي القلب وبيحمي الرئه وبيحمي الحاجات المهمه. فنفس الفكره لما في توتر على طول فبتلاقيك انت واخد الاتيتيود بتاع كده. فكده ده بشكل عام يعني رقبتك طالعه لقدام، عضلات رقبتك متشنجه، كتافك لفه. فممكن يكون اصلا عندك اسباب للالم في الرقبه ودي عامله لك الرقبه، بس دايما بتعالجها بس التوتر ما بيروحش، في عضلاتك بتفضل متشنجه. بدليل خد بسط عضلات هتلاقي الدنيا راحت. ليه؟ لان عضلاتك متشنجه، فلما تبسط عضلاتك وتخليها مستقنيصه كده ومبسوطه هتبقى الدنيا زي الفل. تاني سبب خفي وده مهم جدا 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 جدا، وهو مشاكل مفصل الفك. هتقول لي لا دي محتاجه افهمها بقى، يعني الرقبه وقلنا الرقبه، طب ايه علاقه الفك بالموضوع؟ الفك بشكل عام هو مفصل مشارك في حركات كتير قوي مع الرقبه واعلى الظهر، لان عضلات الفك هنا بشكل عام وعضلات السوبرا والانفراهيويد اللي موجوده هنا مرتبطه ارتباط تشريحي بمنطقه الفقرات العنقيه. فلما يكون عندك مشاكل في الفك زي الجز على السنان الكتير، قفله بقك مش كويسه كويس، يعني مش بتقفل على بعض كويس، مش بتعرف تفتح بقك المدى الحركي الكامل، مش بتعرف تحرك بقك يمين وشمال ولا قدام وورا. لو عندك مشاكل في الحاجات دي كلها، او انت بتفتح بقك بيحصل حادثه مثلا، بتفتح تلاقيه بيعمل اس شيب كده او بيعمل حادثه كده وانت بتفتح، كل ده دلائل على ان عندك مشاكل في الفك. انا شخصيا لما بعالج الحالات عندي في العياده، يعني مؤخرا بقيت اكشف على الفك مع الرقبه كتير. 20% من حالات الرقبه تقريبا عندها مشاكل في الفك، ودي نسبه كبيره جدا جدا جدا. لما كنا بنشتغل لهم رقبه بس كانت النتائج بتوصل لمرحله معينه، ولما بقينا نشتغل معاهم فك النتائج راحت في حته ثانيه. طبعا مع العلاج بتاع الرقبه، يعني علاج الرقبه وعالجنا مع الفك الدنيا اختلفت تماما. فعايز اقول لك ممكن تكون مشاكل الفك اللي عندك هي اللي عامله لك الم من الرقبه، والعكس الم الرقبه ممكن يكون عامل لك مشاكل في الفك. ثالث حاجه اي مشاكل في الاكتاف عندك، يعني عندك راوندنج في شولدرز او كتافك لفه كده او ظهرك مقتب شويه. الدوران بتاع الكتاف ده بشكل عام ممكن ياخدك لقدام حاله بنسميها الابر كروسد سيندروم او المتلازمه بتاعت دي كده، ان العضلات دي بتبدا تقصر جامد والعضلات دي بتبدا تضعف جامد. فبشكل عام ده بيعمل لك مشاكل في الرقبه ممكن من غير ما انت تحس اصلا. فايه الحل؟ عالج لي دوران الاكتاف بتاعتك وفريد لظهرك كويس جدا، هتلاقي ان الرقبه بعد كده هي بس اللي طالعه قدام كده، لا تسهل نرجعها كده ونقوي عضلات الرقبه الدنيا تبقى تكون كويسه جدا. رابع سبب وبرده له علاقه بالعمود الفقري، وهي منطقه نص الظهر بشكل عام او ما بين لوحين الكتاف ونص الظهر، اللي ممكن تعملي مشاكل زي الابهر او تعملي مشاكل زي الاتب او مشاكل زي السكوليوزس او الانحناء الجانبي في العمود الفقري. جماعه جسمنا والعمود الفقري بالذات كله عامل زي السلسله الواحده، اي مشكله في السلسله بقيه السلسله بتبدا تشتكي. فلو عندك اتب جامد او تقوس امامي في الظهر او اعوجاج جانبي في العمود الفقري، جسمك بيحاول يعدل نفسه. ما انت لو معوج بالجنب مش هيخليك ماشي كده، لو عايز يزود نظرك فتقوم انت عامل كده، فيبقى هو معوج من حته يعوجها من حته ثانيه عشان تعمل تاثير معادل. الاعوجاجات دي كلها بتاثر على اطوال العضلات جانبيه العمود الفقري، فعضلات مثلا تبقى متنشنه جامد من حته وعضلات مرخيه خالص من الحته دي، فتضطر عضلات فوق تبدا تعمل العكس عشان تبدا توازن، وهكذا نفضل في السلسله من التعويضات لحد ما نوصل للرقبه فوق، فهي اللي ايه تبدا تشتكي معانا. فلو بتعالج الرقبه بشكل عام لازم تبص على منطقه الظهر او منطقه اعلى الظهر او منتصف الظهر بشكل خاص، فلا علاج للرقبه بدون علاج منطقه نص الظهر او اعلى الظهر. خامس سبب ممكن يكون عامل لك مشاكل والام في الرقبه، وهو سبب مهم جدا، وهو مشاكل التنفس والرئتين. انت مدخن او مش بتنفس كويس او عندك حساسيه صدر او عندك اي مشاكل في التنفس او الرئتين بشكل عام، رقبتك اكيد هتكون مدوعك. يلا نضرب مثال مع بعض دلوقتي. عايزك تتنفس عادي وتصور نفسك، هتتنفس دلوقتي معايا وانت بتصور نفسك. جميل، هديك 3 ثواني، 1 2 3. انت كده المفروض صورت نفسك. ممكن تثبت الفيديو طبعا تكون صورت نفسك. بص على نفسك هتلاقيك بتنفس كده دلوقتي. بص هتلاقيك بتنفس كده. شايف انا بعمل ايه؟
انا بتنفس بصدري وعضلات رقبتي اللي هي العضلات المساعده في التنفس، مع انك لو سالت جوجل ايه عضلات التنفس الاساسيه هيقول لك عضلات الحجاب الحاجز يا ريس، اللي هي عضلات الدايفرام. عضلات الدايفرام او عضلات الحجاب الحاجز هي العضله الاساسيه بتاعت التنفس، لو دي اشتغلت الرئه تشتغل بكفاءه اكتر والعضلات الثانيه دي هتريح. طب ازاي نبدا نشغلها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا، ان احنا نشغل تمرينات التنفس العميق. هتحط ايدك على صدرك وايدك على بطنك، تحاول تاخد نفس من مناخيرك بحيث ان انت تملى بطنك بالهواء زي بالونه، وبعدين تطلع الزفير من بقك وانت بتعمل حرف او. يلا مع بعض مره كمان. لاحظوا وانا بتنفس دلوقتي بتنفس من بطني بس، مفيش حاجه ليها علاقه بصدري ورقبتي. لو انت عملت كده عضلات رقبتك وصدرك هتبدا تستريح، فكتفك مش هتلف لقدام وعضلات رقبتك مش هتتنشن، فالم الرقبه هيخف ويقل معاك كتير جدا. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.